النهاردة هنتعرف على أكلات غنية بالزنك. أكلات ناس كتير بتاكلها من غير ما تعرف إن فيها عنصر سحري بيأثر على القوة والمناعة والهرمونات والطاقة. الزنك مش مجرد معدن، الزنك مفتاح أساسي لصحة جسمك وعقلك، ونقصه ممكن يبوظ كل مجهودك في الجيم والحياة. علشان كده اللي هتعرفه دلوقتي ممكن يغير صحتك بالكامل. شفائيات. أول أكلة: اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء من أغنى مصادر الزنك الطبيعي، والزنك فيها سهل الامتصاص مقارنة بالمصادر النباتية، وده بيساعد في بناء العضلات ورفع القوة البدنية، وكمان بيدعم إنتاج هرمون التستوستيرون وتقوية المناعة بشكل واضح. الناس اللي بتتمرن وبتاكل لحوم حمراء باعتدال غالباً بيكون عندهم طاقة أعلى وتعافي أسرع، لأن الزنك بيساعد على إصلاح الأنسجة بعد التمرين. تاني أكلة: البيض. البيض من أبسط وأقوى الأكلات اللي فيها زنك، وكمان بيحتوي على بروتين كامل وكل الأحماض الأمينية الأساسية. الزنك في البيض بيساعد على تقوية الأعصاب وتحسين التركيز، وبيحسن صحة الجلد والشعر والمناعة في نفس الوقت. علشان كده البيض أكلة يومية مثالية لأي شخص عايز صحة قوية. ثالث أكلة: المكسرات والبذور، زي بذور القرع والسمسم والكاجو واللوز. دي من أغنى المصادر النباتية للزنك، كمان فيها دهون صحية بتدعم القلب والمخ، وبتدي طاقة ثابتة من غير ارتفاع مفاجئ في السكر. حفنة مكسرات في اليوم ممكن تفرق جدا في صحتك. رابع أكلة: المأكولات البحرية، زي المحار، السردين، التونة والجمبري. دي من أعلى المصادر الطبيعية للزنك في العالم. الزنك فيها بيدعم الغدة الدرقية والمناعة، وكمان بيساعد في تحسين الخصوبة والصحة الهرمونية. علشان كده دايما ينصحوا الرياضيين بالمأكولات البحرية. خامس أكلة: البقوليات، زي العدس والفول والحمص والفاصوليا. مصادر ممتازة للزنك النباتي، كمان فيها ألياف بتحسن الهضم وتقلل الالتهابات، ومناسبة جدا للناس النباتيين أو اللي بيقللوا اللحوم. الخلاصة: أكلات الزنك ليها 5 فوائد قوية: بتقوي المناعة وبتحميك من الأمراض، بتساعد في بناء العضلات ورفع القوة، بتدعم الهرمونات والطاقة اليومية، بتحسن التركيز والأعصاب والمزاج، وبتحافظ على صحة الجسم على المدى الطويل. لو عايز جسمك يشتغل بكامل طاقته، ركز على الزنك في أكلك. اعمل لايك لو المعلومة فادتك، واشترك في القناة علشان يوصلك محتوى صحي موثوق ومفيد دايما. واكتب في الكومنت أنهي أكلة زنك هتزودها من بكرة.